السلام عليكم متابعي قناه شو ستارك. السلام عليكم اخوتي واحبائي وعائلتي العزيزه والكريمه. هذا الفيديو هذا ضروري كلشي يتفرج فيه. اي مغربي كيبغي المنتخب الوطني المغربي تبع معايا حتى الاخر، لان كاين واحد الحوايج وغنتكلموا في واحد الكلام اللي مهم بزاف. اول حاجه غادي نمشيو وغنهضروا على الموضوع اللي داير البوز حاليا ديال ابراهيم دياز. اول حاجه غنبداو بها صحيفه الماركه، ها اللي ما بغيناش، ها اللي كنت كنهضر عليه ان الاسبان غيتسماو بحال اللاعبين بغاوهم وما بغاوناش حنا دابا ولينا في الدل ولاو كيتكلاساو علينا. ضرب على هذا المقال مزيان. هذا المقال حطاتو جريدة الماركة، وكيف ما كيبان لكم العنوان بصريح العبارة وبوضوح: المغرب يعطي اللائحة بدون تواجد إبراهيم دياز الذي يريد اللعب والذهاب مع إسبانيا. سمعتوها مزيان خوتي؟ ها هما دابا بداو كيتكادراو علينا على أساس اللاعبين كيبغيوهم هما، ما باغيناش حنا. علاش أنا مصدعكم فيديوهات ديال اللي ضركك بخيط ضركي بحيط، طرف من النفس يعيشك حياتك كاملة، المهم تبقى بكرامتك وبقيمتك. علاش أنا كنت كنهضر على هذا الموضوع بزاف ديال إبراهيم دياز وكنقول الله ييسر لي، رغم أنه قادر يعطينا الإضافة، ولكن تمغربيت هي الأول. نحيدو من الماركة باش تعرفوا ان الاسبان جاهلين وفرحانين، وزعما الاعلام ديالهم حاط لك على ابراهيم دياز ومتبع التنقنيق ديالو مع المنتخب. الموندو ديبورتيفو عنوانات المقال كالتالي: القرار الكبير الذي يجب على ابراهيم دياز اتخاذه بالساعات القادمه. دابا الاسبانيين في التقارير ديالهم وهاد الصحف وهاد البلانيت كاملين باش تفهموا شنو واقع، كيطلعوا القيمه ديال المنتخب الاسباني، ديال العمله الاسبانيه. بحال دابا مثلا الماركه قالت لك ان اللاعب ابراهيم دياز الاولويه ديالو هي المنتخب الاسباني. في المقال اللي دارته الماركه قالت لهم ان اللاعب ما غلقش الباب باش انه يمثل المنتخب المغربي، ولكن من تنحط المعطيات قدامي، من تنحط الواقع، اش كيبان لك؟ كيبان لك ان ابراهيم دياز تم الاستدعاء ديالو من المنتخب الاسباني، هادشي كاملين عارفين، ولكن في المنتخب المغربي لا، وراه الامور واضحه. وحنا السيد سمعناه، واش عمرنا سمعنا ان ابراهيم دياز باغي يلعب المنتخب المغربي؟ جامي. هاد المقوله ديما كنكررها في كل فيديو. وليد الركراكي في الساعات القليله الماضيه سمعناه اش كيقول باللي ان ابراهيم دياز تيبغي المغرب. عمرنا ما سمعناه قال، اول مره نسمعوها غنسمعوها من عند وليد الركراكي. دابا البلان اللي كاين هو الركراكي دائما تيقول واحد المقوله اللي مزيانه، شنو هو ان لا مساومه على المنتخب الوطني المغربي. اللي ما غيبغيش يلعب مع المنتخب ما عندنا ما نديرو به. اوكي حتى لهنا مزيان. هادشي خدمناه مع يوسف مالح اللي دار اعتذار مؤخرا باش يرجع معنا، ولقيت اللي تردد ركراكي سمعناه كيفاش بشخصيه قويه قال لهم هذاك تردد وسالات القضيه. ولكن واش ابراهيم دياز استعمل المنتخب الوطني المغربي والركراكي وهاد القيامه كامل علاش؟ باش يستعملنا حنا كورقه ضغط على اسبانيا باش تعيط ليه؟ في الاخر ولينا حنا رويده السكور كيف ما كنقولوا بالدارجه المغربيه. ولا دابا اسبانيا الموندو ديبورتيفو العديد من المنابر العالميه حكا راه باغي اسبانيا والمغرب هو البديل ديال اسبانيا في حاله ما عطاهش لويس فونتين مدرب ديال اسبانيا واحد ضمانات باللي انه غيكون حاضر وغادي يلعب. مهزله حقيقيه. شي من تنقول لكم مهزله حقيقيه، مهزله حقيقيه. حنا شنو وقع لنا؟ هزينا العمله المغربيه في المونديال، وصلنا للدومي فينال، العديد من اللاعبين ولاو باغيين يجيو يلعبوا معنا. ابراهيم دياز من كان فقد الامل في اسبانيا حتى هو كان باغي يجي يلعب معنا. دابا كلشي تقلب، ولات الصحف الاسبانيه كتقول لك حنا بدلاء ديالها، وهادشي كامل باش يرجعوا الكرامه ديالهم اللي تمت الالقاء بها على الارض من ضربناهم في المونديال قطر 2022. دابا راه بحال ولينا في ديك رجع الصرف، ولكن بالاعلان ماشي في التيران. غادي نلخصها بالخشيبات. فيقوا اخوتي الكرام وعيقوا وفهموا باللي ان راه بهذا البوست اللي دايرينه على ابراهيم دياز غير العمله الاسبانيه اللي كتطلع، ان السيد راه كان واضح بزاف. وحتى ديك المقوله اللي قالها الركراكي ديال ان ابراهيم دياز كيبغي المغرب بغينا نسمعوها من عنده ماشي من عند المدرب. ابراهيم دياز حط الركراكي في واحد الموقف محرج، لان الركراكي بنفسه قال لي انا مشيت واتصلت معاه، وتحت هذا الشيء كامل الركراكي عارفوا انه كيحلم يمثل المنتخب اسبانيا. والتعليق نخليه لكم، انا ما غنهضرش في هذه النقطه لانني ما باغيش نضغط على وليد اللي كنبغيوه كاملين وكندعموه، ولكن الرساله ديالي الركراكي اللي وصلنا للدومي فينال اللي فرحنا، اللي كنثيقوا فيه لواحد الدرجه اللي ما يمكنش كندخلوش في القرارات ديالك كمدرب. انت بينتي على علو الكعب ديالك، ولكن اي واحد ما فيش تمغربيش ما بغيناهش يكون معانا. سالينا غنعاود نقولها مره اخرى، اللي ضركك بدره ضركيه انت بمجره ديال الدبانه ولا ما عرفتش شنو سميتها. النفس شي حاجه مهمه، بنادم اللي ما عندوش نفس راه لا حياه له. واحد التنويه وعلى السريع اخوتي الكرام، وقبل ما نكمل في الاخبار اللي مهمه بزاف، ان شاء الله في القريب العاجل غندير واحد الحوار مع اللاعب ديال المنتخب المغربي، غنوليو نهضروا مع الناس اللي قراب من المحيط والعديد من الاشياء المهمه. هاد لي زانترفيو غنوليو نديروهم في الاكونت انستغرام، يعني في الكونت ديالي الانستغرام اللي كيف ما كيبان لكم في السكرين بوضوح فيه فوت ستارك بالويتش اوفيسيال، لان كاين العديد من الناس اللي مصايبين دي فيك اكونت بسميات. انتم راه كيتبان لكم بوضوح في السكرين فوت ستارك بالويتش اوفيسيال. في القريب العاجل غيكون عندنا واحد الحوار مهم بزاف، وغيكونوا ان شاء الله حوارات كثيره من هنا لقدام. كلشي مشي تلاحي تابونا في انستغرام اخوتي الكرام. انا ما كنقولش لكم سيروا تابوناو بزاف، ولكن راه الامور ان شاء الله راه كتستاهل، وغيكون عندنا ان شاء الله السبق في العديد من الاشياء اللي ما داروش في المغرب. لذلك ما تضيعوش الفرصه، كلشي مشي تابونا، كلشي دخل. دابا نكملوا الاخبار ديالنا. عديد من الاخوه قال لك هضر لينا على الاسماء الجدد، وانا الاسماء الجدد غادي نعرف عليكم بالطريقه ديالي الشخصيه. اول واحد انا فرحت بزاف من تمات المنادات عليه، وكنت كنقول لكم راه غيكون في اللائحه بواحد النسبه
كبيره جدا جدا، وهو شادي رياض. قلت لكم اخوتي الكرام ان شادي رياض من المحتمل انه يكون هو البديل الاول ديال رومان سيس. رومان سيس اللي كيشارف على الانتهاء، رومان سيس اللي كندعموه كل الدعم، وحنا عارفين ان عنده مشاكل مع المدرب ديالو في بشكتاش، وان الفريق ديالو رفض اول عرض من فريق انجليزي اللي هو نوتنغهام فورست، والوجهه المحتمله ديال رومان سيس غتكون الخليج. لذلك الركراكي قراها، والحمد لله داكشي اللي كنا متوقعين وكنا كنوصلوه لكم ان شادي رياض هو احسن بديل للسيس، داكشي اللي وقع. علاش؟ لان شادي رياض متكون في بارسا، يعني المستوى الاكاديمي ديالو مرتفع، تزيد لي نوسيون تاكتيك كيفاش كيتبلاصا، لا كونسونطراسيون. الحمد لله اللاعب غادي يشاق الطريق، والركراكي ميزه عليه. وهاد المنادات اللي تنادى عليها شادي رياض ان شاء الله غتكون نفس السيناريو ديال اشرف حكيمي مع ايرفي رونار، هو ديال الركراكي مع شادي رياض، وغيكون ميلاد نجم قادم قوي باذن الله. ودابا التواجد ديال ايوب العمراوي وبشوار اللي كيلعب في سان اسيان، وزيد عليه ياسين كيشطا. ياسين كيشطا غنعطيوكم عليه واحد المعلومات لاصقه، غنعطيوكم السيف ديالو من الاول حتى الاخر. ياسين كيشطا تزاد في 25 فيفري 2002، وفين؟ في باريس سان جيرمان، يعني تزاد عندهم تما. العمر ديالو 21 سنه، فيه في الطول متر 74، عنده الجنسيتين المغربيه والفرنسيه. البوست الطبيعي اللي كيلعب فيه هو وسط ميدان بور، يعني ميليو سونترال، والرجل اللي تيقصر بها هي الرجل اليسرى. حاليا كيلعب مع فريق لو هافر، بدا معاهم من 1 جويلية 2022. شنو هي الفرق اللي كان كيلعب فيها الاولى؟ من الاول هو بدا في لو هافر، بدا مع لو هافر ناقص من 19 عام، من بعد لو هافر بي. وهذا اللاعب انا كنظن باللي الاكتشاف الحقيقي ديالو من طرف المغاربه غادي يكون في الدقائق الاولى اللي غادي يلعبها، سواء امام البرازيل سواء امام البيرو. بالنسبه لكيشطا قبل ما ننسى الكونترا ديالو مع لو هافر بدات 1 جويلية 2022 كيف ما قلت لكم، ولكن غتسالي نهار 30 جوان 2025. هو واحد الحاجه واضحه وباينه، السيد اللي كان عنده في رجليه وناضي وهو كيلعب في فريق بحال لو هافر، الا بان مع المنتخب راه غيدير واحد القفزه نحو الامام، كيف ما بن عطيه تم الانقاذ ديالو من طرف المنتخب وانتقل لأودينيزي، ومن ثم روما ومشى لباير. بغيت نعطي المثال بأوناحي حتى هو، ولكن أوناحي ظاهريا كيبان ان الانتقال ديالو ما نجحش. اللي غيسول علاش؟ ببساطه لانه الثلاجه والدكه. المهم كنتمناو ان ياسين كيشطا مع المنتخب يبان مزيان، والركراكي في جميع الاحوال راه جاي دابا كيدير جس النبض اللاعبين الجدد، اللي غيبان ليه راه غيتفاهم مع الفلسفه ديالو، راه غيعتمد عليه. اللي ما غيعتمدش عليه راه غتكون عنده واحد الاسباب اللي حنا كجمهور مغربي كنتيقوا في الركراكي في الاختيارات ديالو. غير هو غنعاود نقولها مره اخرى واخا جبت في بدايه الفيديو، اللاعبين اللي عندهم شك انهم يجيو يمثلوا المنتخب الوطني المغربي ما عندنا ما نديروا بهم، انها هما تبارك الله الشباب، شادي رياض، ياسين كيشطا، ايوب العمراوي، ابراهيم صلاح. عرفتي شنو ابراهيم صلاح اللي كانت باغا تخطفوا بلجيكا في اخر لحظه ورفض مره اخرى وقال لهم لا انا باغي المنتخب. هادو هما اللاعبين اللي خاصنا نديروا عليهم البوز ونبقاو نهضروا عليهم، ماشي حنا غيبقى الشغل الشاغل عندنا وابراهيم دياز، وفي الاخر تولي تكادر علينا الصحافه الاسبانيه لاعب اخر اراد تمثيل المنتخب الاسباني مكان المنتخب المغربي، ويصايبوا على لي زارتيكل ويقادوها باش حتى دوك لي جون اللي كان عندهم تما باغيين يختاروا المغربي يوليو يضربوهم دابا بالصحافه ديالهم وفي لانكونسيونس، داكشي غير من التحت لتحت. لذلك الحمد لله عندنا 6 شباب باقيين جداد، شادي رياض، ايوب العمراوي، بنجامين بوشواري، ياسين كيشطا، وابراهيم صلاح. هادشي بلا ما نهضروا على الشباب اللي كانوا قبال، انس الزروري، بلال خنوس، عبد الصمد الزلزولي، والقائمه طويله. دابا غادي نمشيو لحكيم زياش وغنمشيو لاشرف حكيمي، لانني دابا من وليت كنهضر على باريس سان جيرمان كنهضر على مصير ديال جوج من قاده المنتخب الوطني المغربي، الظهير الايمن والجناح الايمن. يواجهوا تفهموا دابا شنو واقع في الميركاتو ديال باري. كيف ما قلت لكم البارح ان باري لاحت القياده لمبابي، غيكون هو القائد المستقبلي ديال باريس سان جيرمان، وغيعتمدوا على لي جون وغيحيدوا الناس اللي اجي واللي ما داخلينش في المنظومه. كيف ما كيبان لكم هنا في السكرين وبوضوح، هذا في الموقع المعروف فوت 01 تيقولوا 5 جوور بيانتو فيغي دوحه الينو، يعني باري غطير 5 لعابه في القريب العاجل، والقطريين عارفين الاسماء. شكون هما هاد اللاعبين؟ هما كارلوس سولار، هوغو ايكيتيكي، ريناتو سانشيز، خوان برنات، فابيان رويز، وهادشي بلا ما نساو ان سيرجيو راموس وميسي ونيمار حتى هما بواحد النسبه كبيره غادي يغادروا باريس سان جيرمان. وهادشي كامل بطبيعه الحال مزيان لحكيم زياش، مزيان لاشرف حكيمي. حكيم زياش علاش؟ لان غتخوى البلاصه، وحنا عارفين انه كان على مليمترات قليله باش يسني معاهم الكونترا، يعني الصيف القادم الصفقه غتحسم ان شاء الله. وعلاش مزيانه الحكيمي؟ لانه غيتفك من لي كلون ومن الزعامات ديال لاتيني، غيولي هو ومبابي هما قاده الفريق. المهم اباراتي عندي واحد السؤال كنت باغي نسولو خليته حتى الاخر. اخوتي الكرام، المباراه اللي غادي تكون امام البرازيل في النظر ديالكم الشخصي واش كيبان لكم خاصنا نلعبوا بها بالاساسيين، او هذيك المباراه في حد ذاتها خاصنا نجربوا فيها اللاعبين؟ بغيت الجواب ديالكم بخصوص هذا الامر، لان الكثير يقدر يجيهم هذا السؤال بسيط ولكن سؤال مهم جدا، سيرتو ان العالم كامل دابا غيكون مهتم بهذه المقابله اللي غتجمع ما بين المغرب والبرازيل. اهم من كره ومن هادشي كامل، الوالدين ثم الوالدين ثم الوالدين، صلوا على خير خلق الله، حذاري من الفراغ، في امان الله والسلام عليكم.